مساء الفل على حبايبنا الأهلاوية في كل مكان، برحب بيكم ونبدأ حديثنا طبعا بالصلاة على الحبيب. ما تنسوش الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اشف مرضاهم، ارحم شهدائهم، ارحم أبي وجميع موتى المسلمين. عايزين نتكلم بقى بسرعة كده، مش عايز أطول على حضراتكم، ولكن ملخص ما دار من اجتماع كابتن سيد عبد الحفيظ ووفد النادي الأهلي، او الاجتماع اللي كان المفروض يتم ما تمش طبعا الاجتماع. وهقول لكم بالظبط ايه اللي حصل. كابتن سيد عبد الحفيظ مع الاستاذ جمال جبر اللي هو مدير اداره الاعلام في النادي الاهلي، ومعاهم الاستاذ محمد فكري اللي هو الخبير التقني للاصوات والتسجيلات والكلام ده كله، والخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباس. ده كان وفد النادي الاهلي. توجهوا الى اتحاد الكوره، مقر اتحاد الكوره مكان الاجتماع اللي كان المفروض يبقى الساعه 12. الوفد توجه الى مقر الاجتماع الساعه 11 ونص. فطبعا الدكتور او الاستاذ او الكابتن مصطفى عزام اللي هو الامين العام لاتحاد الكوره الباشا في اجازه، وعارفين توجهات مصطفى عزام وبيميل لاي نادي. ما علينا، الباشا في اجازه. طب انت حضرتك في اجازه وانت ماسك المنصب الكبير ده، طب وفي حدث كبير زي الحدث ده اللي العالم كله مهتم بيه، مش هقول لك في مصر بس، دول عربيه بدات تتكلم، والناس في الاعلام العربي وفي كل مكان بيتكلموا عن الحدث ده. سعادتك فين؟ طب ما تقطع الاجازه. يعني انت رايح تتفسح، طب ما تقطع الاجازه وابقى ارجع تاني يا باشا، كمل اجازتك عادي خالص يعني. الا اذا كنت انت بقى بتصيف في الهونولولو ولا فين بالظبط ما تعرفش. ما علينا، مش تعرف بس التخبط والاستهتار والترتيبات اللي من جانب اتحاد الكوسه عندنا، او اتحاد الكوره، او اتحاد ابو بطحه. مش هقول غير كده ابو بطحه، لان اللي عليه بطحه، اللي على راسه بطحه بيحسس عليها. المهم، جه وفد النادي الاهلي، طلعوا لهم مين بقى؟ كله استخبى في المكاتب. انا بقول لهم دوروا في مكتب عطارينو، دوروا في مكتب العطار، يمكن مخبيهم زي ما خبى جوابات قبل كده ضد النادي الاهلي لصالح مصلحه النادي الاهلي، خباها عشان الماتش يتلعب في المغرب، ماتش الوداد، من مباراه واحده. زي ما بيخبوا الجوابات، يمكن خبوا الاعضاء في الدواليب. دوروا في المكاتب، دوروا في الدولاب، دوروا تحت الارض، تحت السرير، في اي حته، مفيش ولا واحد موجود. صدروا لهم مين بقى؟ زي ما حضرتك بتقول كده، اوسكار ريويز اللي هو رئيس لجنه التحكيم، او رئيس لجنه التدليك، زي ما حضرتك تقول قول. طلع خير يا جماعه، في ايه وبتاع. فالكابتن سيد قال له خير ايه؟ انت صاحي من النوم لسه؟ احنا في اجتماع، في موعد ان احنا هنجتمع ونشوف ونسمع تسجيلات الفيديو او تسجيلات الفار في مباراه سيراميكا. قال له اه، طب ما انا عارف، بس انت مين؟ قال له انا مين ايه؟ قال له انا عضو مجلس الاداره والمشرف على العام على الكوره، وجايين كلنا كوفد بتفويض من مجلس الاداره. قال له لا استنى بقى، انا البهوات في اتحاد الكوره قالوا لي ما تدخلش حد، هو ما تجتمعش مع حد غير واحد من الجهاز الفني، عضو من الجهاز الفني وعضو من الجهاز الاداري. فالكابتن سيد قال له يا عم انا بقول لك انا جاي لك بتفويض من مجلس الاداره. قال له لا، التعليمات اللي عندي كده، يلا لعبوا بعيد بقى. ايه يا عم انت بتهزر؟ طبعا مش بالنص يعني، انا بتكلم حضرتك كده ايه، بطريقتنا احنا. قال له يا عم ايه، مفيش تسجيلات، وروحوا ويلا مع السلامه. كابتن سيد قال له هقول لك على حاجه، طب اسالك سؤال. قال له اتفضل. قال له طب احنا دلوقتي انت واتحاد الكوره واللي مشغلينك واللي جايبينك واللي قالوا لك واللي عملوك، بتقول لي او هم بيقولوا لك ما تدخلش غير عضو اتحاد الكوره، عضو عفوا اتحاد الكوره، الله يخرب بيت اتحاد الكوره، سنين اتحاد الكوره، عضو او فرد من الجهاز الفني والجهاز الاداري. قالوا احنا افرض ان احنا النادي اقل الناس دي بعد المباراه، كنت هتجتمعوا مع مين؟ هو مش من حق النادي الاهلي يقيل الجهاز الفني والاداري بعد المباراه؟ طب كنت هتجتمع مع مين؟ فالراجل سكت، قال له عمل نفسه طبعا اخرس وبتاع وقعد يتهته كده، وانتهى الموضوع على كده. ادي مهزله اتحاد الكوره. طب انتوا خايفين ليه؟ يعني انتوا قلتوا ماشي من حقكم تسمعوا وكل حاجه، طيب دلوقتي خفتوا ليه؟ اتحاد الكوره انت مخبي ايه؟
الا اذا كان في حاجه واضحه وصريحه وتلاعب واضح وصريح وتزوير في شريط او في تسجيل الفار. طيب انتوا ليه بتسمحوا كاتحاد الكوره في انتخابات الاتحاد، في اختيار وانتخاب مجلس اداره اتحاد الكوره، بتسمحوا باعضاء ليه من اداره كل نادي؟ كل نادي بيفوض اعضاء من مجلس الاداره ان بيحضروا الانتخابات وبينتخبوا. طب اشمعنى في دي؟ يعني دي حاجه كبيره، حدث كبير جدا، حدث الانتخابات ده. حضرتك بتسمح باعضاء من النادي، بتفويض من النادي ان الاعضاء دي تحضر الانتخابات. طب انت في سماع شريط مباراه ولا تسجيل فار مدته 7 دقائق، 3 دقائق في الاول واربع دقائق بعد يعني قول 10 دقائق، مش موافق ان يجي لك تفويض من مجلس الاداره بناس من الاداره نفسها؟ كلام طبعا ما يدخلش المنطق، والعالم كله هيضحك علينا، والناس كلها تتريق علينا وهتتريق على اتحاد الكوره. ادي اتحاد الكوره عشان تعرفوا التوجه ماشي فين. طيب النادي الاهلي يعمل ايه بقى؟ يسكت؟ قال سيد عبد الحفيظ كده ياخد الكلمتين من رويز ويمشي؟ هنشوف. اللي جاي تصعيد من النادي الاهلي، تصعيد من النادي الاهلي. اولا تصعيد الى النيابه، ثم اللجوء الى المحاكم العاديه، مش المحاكم الرياضيه، المحاكم العاديه. تعالى، انا عندي شكوى ضد الحكم فلان الفلاني، عمل كذا، شتم، سب لعيبه، حسين الشحات شتم محمد الشناوي، اعتدى بالضرب او بالدفع على محمود حسن تريزيجيه. تعالى بقى حقق لي مع الحكم. خلاص، وتروح قضيه، يبقى محكمه بقى تحكم فيها والموضوع يتصاعد. وهو ده. طب ليه النادي الاهلي بيعمل كده؟ ما هو لازم النادي الاهلي يصعد عشان يضمن حقه. انت دلوقتي كلت عليا حقي، او انت اهدرت حقي وما رضيتش تديني الشريط اللي يثبت حقي او التسجيل اللي يثبت حقي، فانا مش هسيب حقي. والنادي الاهلي كلنا كجمهور في ظهر النادي الاهلي، وبنقول لك كمل وصعد ولازم تاخد حقك. المباراه مش هتتعاد، ال3 نقط خلاص ضاعوا علينا، مفيش فايده، ولكن لازم الناس دي كلها تتحاسب، ولازم يتكشفوا كلهم، يتعروا كده قدام الراي العام وقدام العالم كله ان الناس دي كذابه ومضله ومزوره. عقد كهرباء، تزوير الرساله اللي قلنا كل مره بيبعتوا جواب للاتحاد الكاف كل سنه للكاف ان نادي الزمالك معلوش ديون، ويطلع لك واحد زي الهيثم فاروق ده اللي ما اعرفش مين واسطته آه، في بين سبورت ان يطلع يحلل. واحد جاهل ما يفهمش اي حاجه، لا في الكوره ولا في التحليل ولا في اي شيء، وطالع عرفنا دايما على بين سبورت اللي بيجيب اكبر محللين. واحد زي ابو تريكه ده ما ينفعش يشتغل معاه واحد اسمه هيثم فاروق. هذا الهيثم بيقول لك ان الزمالك لازم يلعب كاس العالم للانديه. ليه يا عم الهيثم؟ ليه يا عم الجهبذ؟ قال لك عشان ان شاء الله لو الزمالك فاز بالقدره، حتى ما قالش ان شاء الله، قال لك لو الزمالك فاز وقدر ليه انه يفوز بالكونفدراليه فهو احق ان يلعب كاس العالم للانديه. ليه يا عم هيثم؟ الاهتم او الهيثم قال لك ايه؟ قال لك عشان الكونفدراليه اثبتت ان هي اقوى من دوري الابطال. الله اكبر. نفس المشروب اللي بيشربوه، نفس الدماغ اللي بيعملوها، نفس الكلام اللي بيقولوه. ادي يا سيدي اللي بيحصل. اتحاد كوره واعلام والدنيا ايه؟ هيصه بيصه. هنشوف النادي الاهلي هيعمل ايه، واتمنى الاداره ما تكونش كيوت زي كل مره. كابتن محمود الخطيب، كابتن ياسين منصور ولا استاذ ياسين منصور، كابتن سيد عبد الحفيظ، كل الناس اللي موجوده في اداره النادي الاهلي، لازم حق النادي الاهلي يرجع. واحنا كلنا كجمهور في ظهر النادي الاهلي، والاهلي فوق الجميع. وفي النهايه اتمنى لكم الصحه والسعاده، وما تنسوناش بشير ولايك عشان نقدر نتابع مع حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.